الأول بكل تأكيد كابتن سامي الجابر، نتحدث عن هذا اللقاء. الهلال ينتزع النقطة، يخرج من أجواء البطولة الآسيوية، يعود اليوم بمستوى، ولكن لا أعتقد بأن النتيجة كانت مرضية لكم أنتم كهلاليين. بدون شك انه انت شفت الشوط الاول فرصه تولي وفرصه تياغو نيز. احنا بالنسبه لنا البلنتي اللي جاء، ما اعتقد ان النصر كان عنده فرصه في الشوط الاول، وكان سيد المباراه كان لاعب بتكفير دفاعي بحت، يلعب بالطريقه اللي هي يعني محاوله تعطيل نقاط القوه في نادي الهلال. اعتقد ان ضربه الجزاء حتى اللي حصلت كانت غلط ما بين مدافعين في انه، وفي الاخير تسجلت، لكن كان عندنا احنا رغم التكفيل الدفاعي اللي حصل كان عندنا فرص كانت ممكن تكون 2-1 ويلي وتياغو نيفيز، واعتقد انها كانت فرص حقيقيه الجميع شاهدها. الشوط الثاني انت شفت تقريبا لعبنا يعني اعتقد باب واحد، ما شفنا خالد شراحيلي الشوط الثاني ابدا. كان ممكن ان احنا نضيف بعد الهدف الاول هدف ثاني، لكن التكتل استمر والنصر لعب بطريقه اللي هي لا اقل خساره لا اقل ولا أكثر. استفاد الهلال من تجربة ضوء أصفهان حينما لاقى فريق متكتل في الدفاعات الخلفية. تشعر بأن النصر لم يستطع تطبيقها اليوم أمام فورة الهلال؟ لا، فرق انه في فرق بين فريق وفريق. ذوبهان النصر مو ذوبهان فريق قوي وقفل ولعب تكتيك، يعني انضباط تكتيكي 90 دقيقة. النصر يعني كانت له في بعض المواقف حتى يعني خصوصا في الشوط الثاني يدل انه ما استغل حتى هجمة مرتدة، لان كانت جميع خطوطه راجعة للخلف، تعتمد على الدفاع ولا تعتمد على المرتدة. واعتقد انه برضه كانت رغم ان احنا كنا لاعبين قبل 3 ايام، لانه برضه احنا كان عندنا يعني المستوى اللياقي كان جيد. على العموم مباراة خرجت، احنا كنا نستحق اكثر من نقطة لكنها خرجت يعني بنتيجة أنا أقول أنها جيدة للنصر، لكنها ما أعتقد أنها تكون جيدة لنادي الهلال. الزملاء يتحدثون عن نزول مستوى ويلهامسون في المباريات الماضية، وجوده أيضا على دكة البدلاء في المباراة الماضية، يعود في هذا اللقاء. من وجهة نظرك تشعر فعلا بأن اللاعب يعاني من هبوط في المستوى؟ شوف، كل لاعب في العالم لابد انه يجوا فتره ويهبط المستوى، لكن اللاعب الحقيقي اللي يرجع مستوى في اقل فرصه او في اقصر وقت بمعنى اصح. ان نشوف هبوط مستوى مو فقط في لاعب واحد، اكثر من لاعب في نادي الهلال، وهذا شيء طبيعي لانه اللاعب في الاول اولا واخيرا بشر وعنده يعني طاقه، او ممكن تكون اصابه، او ممكن تكون ضعف استعداد، او ممكن يكون اي ظرف مهما كان. لكن اللاعب مهما كان محترف مطالب منه انه يرجع لمستواه في اقرب فرصه. احنا نحاسب ويلهامسون كما نحاسب بقيه اللاعبين، ما عندنا اي استثناء لاي لاعب. اعتقد انها يعني هذه الفرصه من هنا الى يناير يجب ان كل لاعب يقيم نفسه، ولا سنتخذ في الاجراءات الروتينيه، لانه احنا ندفع للاعبين اللي نستفيد منهم، اما ما راح نبقي اي واحد ما راح نستفيد منه. عموما انت ذكرت هبوط مستوى ويلهامسون، اعتقد برضو ويلهامسون اليوم للانصاف قدم مستوى جيد وليس طموحنا، لكن مستوى جيد معناته مؤشر طبيعي انه ممكن يعود الى سابق عهده زي ما حصل الموسم القادم. وثبات المستوى بالنسبه للاعبين على مستوى العالم شيء صعب. لا تربط ذلك مثلا بالمشاكل العائليه التي يواجهها اللاعب وواجهها سابقا في بطوله اخرى، ما حدث مع الاعلاميين في اي لاعب محترف، لا اي لاعب محترف مشاكل عائليه هذه مشاكله هو. انا بالنسبه لي انا جبته لاعب محترف ابغى استفيد منه استفاده كامله، واللي اعطاني السنه اللي فاتت وكان عنصر من بعض يعني عنصر من مجموعه عناصر، لا كان عنصر بارز جدا جدا. السنه هذه يمكن الاعداد او الاشياء هذه انا ما يهمني اي مشاكل بالنسبه الولي، يهمني انه يكون يعني استفيد منه الاستفاده الكبيره. الان انا تقريبا اصبحت برضو في وضع اقدر اقول انه جيد، مو جيد جدا، جيد، لانه عندي 3 مباريات قادمه مؤجله. لو 9 نقاط انا حصلت عليها راح اكون المركز الاول بدون منازع. فلذلك لازم كل لاعب من ناديه سواء كان محترف اجنبي محلي انهم يكونوا كلهم على هبه الاستعداد، لانه هذا كره القدم مهما كان المستقبل هو الاهم والمهم. وعبد الله، باعتبار قربك من الجانب الفني، تواجد اللاعب عبد الله الدوسري خلف مقاعد البدلاء لاجراء عمليات تسخين في الشوط الثاني باكمله، الى ماذا كان يعزو السيد جلس؟ كانت هي اصابه لاسامه هوساوي. لو شفنا اسامه هوساوي يعاني من اصابه، ولكن تحمل على نفسه قدر يكمل المباراه ومشكور حقيقه اسامه، لانه هذه الاصابه صراحه اصابه قد تكون صعبه للجميع، ما يعرف انه الاصابه هذه تعيقك عن اشياء كثيره. ولكن اسامه بما انه احنا في وضع ايضا اصابه حسن خيرات، اوعزنا لعبد الله الدوسري او السيد اريك جيرتس، اوعز لعبد الله الدوسري بالتسخين، لانه ممكن ان احنا مهما كان خساره مباراه ولا خساره لاعب. تحدث عن استقالة الأمير عبد الرحمن مساعد، بالتأكيد بأنها لا تسر الشارع الرياضي بشكل تام، باعتبار هذا الرجل بالتأكيد مكسب للرياضة السعودية. إلى أين وصلت الأمور سواء بترشيح رئيس آخر بعودة الأمير عبد الرحمن مساعد؟
والله صريح الامير عبد الرحمن مساعد، وواضح في تصريحه، لا يعتقد ان اي احد ممكن يصرح بعد الامير عبد الرحمن مساعد. الامير عبد الرحمن مساعد يعني ذكر انه باقي رئيس النادي الهلال الى ان يجتمع مع اعضاء الشرف ويتم اختيار رئيس النادي، لكن في هذه الفتره كلها الامير عبد الرحمن مساعد حتى الى المباراه هذه كان موجود قلبا وقالبا، وكان يسال عن جميع الصغير والكبير، ولذلك هو لا زال يعمل لانه نادي الهلال يبقى في المقدمه، ونادي الهلال يبقى. الامير عبد الرحمن مساعد الان ابتعاده، مجرد ابتعاده عن الشاشه ممكن، لكن هو موجود بالمكالمات، بالاستفسارات، بالاتصال، بالسؤال، بالدعم، بكل شيء. لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يكون على الاقل انه الايام القادمه انه اللاعبين يثبتون ايضا هذا الشيء ويردون بعض الدين ان شاء الله للامير عبد الرحمن من خلال المباريات القادمه التي يجب ان نكسبها حتى نتصدر الدوري من جديد. شكرا لك ابو عبد الله. شكرا. شكرا للكابتن سامي.